السلام عليكم إخواني أخواتي الكرام، إخواني المشاهدين والمشاهدات، تحياتي لكم من عند سيمو جيرماني فلوج. وهذا أخوكم يعود إليكم من جديد. إخواني أخواتي، بعض الحقائق وبعد غادي تصدمكم، لأن أخوتي غادي نخليكم مع بعض المقتطفات ديال دنيا باطمة والأخت ديالها، تشوفوا أن ابتسام باطمة لحظات إنقالها إلى سجن الوداية وإدخالها إلى سجن الوداية بتهم يعني متورطه فيهم. غادي نقول لكم شكون اللي ورط الاخت ديالها وشكون اللي غادي يورطها حتى هي، والان انها في قبضه قاضي التحقيق. في هذه الايامات ان شاء الله غادي يعيط لها قاضي التحقيق وغادي يشوف واش غادي تبقى في سراح مؤقت ولا غادي تتابع وهي في السجن، وهي على الاعتقال. غادي يمكن تعتقل وغادي تتابع القضيه ديالها. مهم ما نحرق لكمش الفيلم، نخليكم بعد الفاصل ونواصل. على كما قلت لك خليج والمغرب، ولكن ما عندي دواسخ نقيح نخلي دروس. خاصها تخرج شي تريد مارك سميتها باطمه ديال المعاطيه، ما كان والله تتمشى مع المغاربه عزيز عليهم المعاطيه. اخويا انت معلم وحنا منك نتعلم. نديروا التوزيع في الخليج، سورتو شي وحده تما. سلموا عليك. خواتي الكرام، بعد الفاصل عدنا، وانتم شفتوا يعني كيف كانوا يلمحوا ان دنيا باطمه وسيمونه والاخت ديالها كيف كانوا يلمحوا انهم يعني عندهم قضيه وعندهم يد عندهم يد في هذا الحساب المشؤوم ديال حساب حمزه مونبيبي للتشهير، ومع العلم التشهير والتجار بالبشر، ويعني ومن الغير يعني كيصيفطوا تصاور ويصيفطوا فيديوهات يعني مخلة للحياة. المهم كنشكر القضاء المغربي، شكر يعني واحد الشكر اللي كثير القضاء المغربي النزيه. اخواني اخواتي، مع العلم انه كان داير خدمته وراه مازال داير خدمته وراه باقي داير خدمته وراه يلقطهم بهم كي الدبان. المهم اخواني اخواتي، غادي نقول لكم في هذا النهار، في هذه الحلقه غادي نقول لكم شكون اللي ورط دنيا باطمه وشكون اللي ورط ابتسام باطمه، وشكون اللي غادي يجبد لهم بزاف ديال الحقائق، وشكون هي العلبه السوداء، وشكون هي بزاف ديال الصوالح. وغادي نخليكم شوفوا معايا، من بعد نولي لكم ان شاء الله. كيحاربوني وانا كون كان شي حد قادر انه يحاربني ما تلقانيش في الساحه الفنيه نهائيا. كون كان نعتقدش انه شي حد تجرأ انه يحاربني، حيت الا عرفتو غنشرشم ليه المشاعر. انا معاك سنتينا، يلا ضربوا الجرح هيروشيما. سيدي وسيدي والله طيروا الغابة، طيروا الغابة وسمع حبابة. لا 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 وانا شكل سبابي، سيدي وسيدي وفي خروج بلادي. دنيا كيفاش كتدخل؟ حشومة تعايرين الصحافة، حشومة تعايرين الصحافة. دنيا شنو وقع؟ انا خويا الباب واه سيسام. وعلى فكرة أغبى
اغبى عصابه في العالم هي ديال عندنا في المغرب. كيزيدوا يغرقوا راسهم وكيزيدوا تيبينوا ريوسهم انهم فعلا مالين الحساب. بيروش بزاف. أنا فنانة دنيا باطمة من عائلة فنية عريقة، المخير فيكم تعرفها، تخرجوا لأوروبا تعرفوها، تجيو للخارج تعرفوها. دونك قبل ما تقولوا باطمة غتشلوا هاد الفم كامل بالسلسل، قبل ما تقولوا دنيا ترعدوا عاد باش تقولوا دنيا باطمة. اوكي، حيت المخير هنا في الخارج ولا غيره ملي كينطق ويعيرك انت وانتي يا المغرب كتكون دنيا باطمة هي اللي واقفة عليه عظم. دنيا باطمة السي وألالا هي اللي وقفات مع ملوك اللي كانوا وجهها بوجه ملوك، وقابلت ملوك وتوجت من عند ملوك وبكات مع ملوك وغنات الملوك. عرفت شكون هي دنيا باطمة؟ انا وريتها لكم. دونك مبقاوش تبردوا على راسكم دوك جوج كلمات وما عرفت شنو. سيدي وسيدي ولا طير الغابة، وطير الغابة والسما حبابة. لا 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 وانا شكل سبابي، سيدي وسيدي وفي خاروش بلادي. كنوجه تحيه لصاحب الحساب ديال حمزه مون بيبي، وكنقول لك استمر في هذا الشيء، وشكرا حمزه مون بيبي حيت درتي ليهم نوضتي ليهم الشيب الزرق في ما شفتوا هاد المقتطفات انها يعني دنيا باطمة انها تستهزأ بكذا وتقول انا ملوك وتزوج بملوك وباقيه ملوك وكنحتفل بملوك. ومهم كما شفتوا وكما سمعتوا ان هذيك الانسانه اخواني اخواتي يعني كانت طالعه للسماء، لا هي ولا الاخت ديالها. وكما شفتوا عاوتاني في المقتطفات اللي كانت قبل هذه ان ابتسام باطمة ودنيا باطمة من كانوا رهن الاعتقال عند قاضي التحقيق ان ابتسام باطمة يعني صفارت ودبالت وسبوا الصحافه. ودنيا باطمة عاوتاني قالت الله يعطيكم السلاميه ولتخت الباب ابتسام باطمة راكم شفتوا قالت لهم حيدوا يديكم وفرجوا باللوطو ومشاو يعني باش تعرفوا السم يقطر بالنيف. لا اللهم لا شماتة، اللهم لا شماتة، اللهم لا شماتة. حنا ما كنستشفاو حتى في شي واحد، ولكن اللي دار الذنب يسهل العقوبه والقضاء نازيه. ما حد القضاء انها اعتقلها يعني عندها قضايا بزاف. ومن بعد وواحد تحيه كبيره لليوتيوبر اللي كاشين في هذه القضيه هذه. غادي نقول لكم شكون اللي ورط هذيك الانسانه، ومع العلم ان دنيا باطمة راه غادي يعيطوا لها في الايام القليله، غادي يعيط لها قاضي التحقيق باش غادي يتحقق معاها. وهذا الشيء صارم، والقانون الحمد لله راه صارم مع هذه القضيه هذه، وراهم غادي يعيطوا لدنيا باطمة في هذه الايام القليله، وغادي ان شاء الله ويمكن غادي يديروا لها غادي يحققوا معاها في حاله اعتقال. يعني ما غاديش تبقى سراح مؤقت. وهذا الشيء اللي خرجوا به بزاف ديال الصحافه وراهم خارجين به وراهم متقين به، يعني لان الاخت ديالها وهي متورط عندهم يد متورطين. مع العلم ان راه بزاف ديال الصوالح كيبينوا انهم عندهم يد ومتورطين مع هذا الحساب وابتزاز الناس وكما نقولوا الصور المخلة بالحياة، الفيديوهات المخلة بالحياة، النصب والاحتيال اخوتي داخل فيها. ومن اين لك هذا والفلوس وزيد وزيد والبحرين والكويت. ومهم فيها يعني بزاف ديال التلميح وفيها بزاف ديال هذه القضيه. يعني هذه القضيه هذه راها ولات في راي عام، والحمد لله ان القضاء نزيه. واحد الشكر كبير للقضاء النزيه ديالنا القضاء المغربي. ومن بعد هذا الشيء كامل اخوتي انا مع العلم انكم شفتوا المقتطفات والفيديوهات كاملين ديالهم، ومع العلم ان اخوتي راه دنيا باطمة غادي يعيط لها قاضي التحقيق، ويمكن ما غاديش المهم ما غاديش تكون يعني تحاكم في سراح مؤقت. يمكن غادي
التحقيق ديالها غادي يكون في السجن الوداية. هاد الشيء اللي راهم بعض الصحافة خرجوا به وقالوا ان راه غادي يعيط لها قاضي التحقيق وغادي تكمل التوقيت ديالها، ما غاديش تبقى سراح مؤقت، غادي تبقى يعني يكملوا معها التحقيق في حالة اعتقال. هاد الشيء اللي راهم قالوا. المهم غادي نقول لكم اخواني اخواتي الكرام، يعني ما غاديش نطول هذه الحلقة، غادي نخليها شوية قصيرة. مع العلم غادي نقول لكم شكون خوتي خواتاتي اللي ورط ابتسام باطمة وراه غادي دنيا باطمة راها في الطريق، عفوا دنيا باطمة راها في الطريق اخواني اخواتي الى سجن الوداية. غادي نقول لكم شكون اللي ورطها. بسم الله على بركة الله. ان راكم شفتوا في الاونة الاخيرة كانت واحد الانسانة سميتها صوفيا. ديك الانسانة اللي سميتها صوفيا اخواني اخواتي الكرام المشاهدين، هذيك ما سميتها صوفيا، هذيك ملقبة بصوفيا، وكانت انتحلت شخصية ديال محامية. يعني كانت انتحلت شخصية ديال محامية، يعني كتقول لهم انا محامية ديال دنيا باطمة، ومع العلم انها لا محامية ولا حتى شي حاجة، كانوا يمارسوا الدعارة في الخارج، لا هي ولا عائشة عياش. وراكم عارفين الخدمه ديالهم، كيقولوا حنا ميك اب، كيقولوا حنايا كذا عرض الازياء وزيد وزيد، هادشي ما كاينش منه. المهم اخواني اخواتي الكرام، دنيا باطمة كانت مين كانت الناس يهضروا ويسمعوا انها راها متورطه في الحساب ديال حمزه مون بيبي. من بعد هذاك الشيء قالت لها عائشه عياش كونتاكت مع دنيا باطمة، وقالت لها انها يعني راه غادي، انا راه عندك واحد المراه وهي اللي غادي تعاونك وغادي توقف معاك. قالت لها اتيني بها. شكون هي؟ قالت لها واحد الانسانه مقيمه في الخارج، حتى هي في دبي، وسميتها صوفيا، وقالت لها ودي هي اللي غادي تعاونك وغادي تكون المحاميه ديالك، ودارت معها كونتاكت. وكانت مع العلم ان ديك الوقيته كانت دنيا باطمة في البحرين، ومع العلم دارت معها كونتاكت اخواني اخواتي الكرام. ومن دارت معها كونتاكت صرا بيناتهم بزاف ديال المشاكل اخواني اخواتي، وتما بقات تقول لهم انايا المحاميه ديال دنيا باطمة، وقالت لهم انها انتحلت الشخصيه، وقالت لهم انها كانت تقول لي بلي انا محاميه. ودنيا باطمة في ديك اللحظات شكات بها ورفعت عليها دعوه. لان علاش رفعت عليها دعوه؟ عرف عليها دواسه، ودواسه مقيحين اخواني اخواتي. هاد الدواسه المقيحين اللي عرفتهم عليها كاع هاد الدواسه ديال الحساب ديال حمزه مون بيبي. من بعد هذيك من بعد عائشة عياش دخلت للمغرب، وهي كانت باقيه مقيمه في المغرب، هذه الملقبه بصوفيا واللي سميتها صفاء. دخلت للمغرب من العائشه عياش. من دخلت للمغرب لقفوها، راكم شفتوا، يعني كانوا عطاو امر باش يعتقلوها، واعتقلوها في المطار. من اعتقلوها في المطار ديك صوفيا هربت، لانها عندها ضواسه، ودواسه مقيحين اخواني اخواتي على هاد العصابه وعلى هاد الحساب ديال حمزه مون بيبي. من فرطت اخوتي ديك الانسانه هربت. من جاتو اعتقلوها ديك صفاء الملقبه بصفاء اللي هي صوفيا، الملقبه بصوفيا واللي هي صفاء، سمعت بان عائشه عياش تعتقلت، فرطت الامارات. من فرطت الامارات، يعني راكم عارفين القضاء نزيه، ما غادي يصيفط استدعاء، ما غادي يصيفط حتى شي حاجه، غادي يخلي الامور كما هي، لان باش ما يديرش التشويش وباش ما يعرفوش بانها راها روشيرش وكذا. هي خلات حتى القضيه بردت، وقالت ودي راها بردت وما جبدوني ما والو. مع العلم ان عائشه عياش هي العلبه السوداء نتاع هذا الشيء كامل، وهي اللي راها تعترف وتزيد تعترف في كل قضيه، في كل مداوله، وفي كل محاكمه، وفي كل جلسه راها كتزيد وكتعترف وكيزيدوا يعترفوا. ومع العلم من دخلت هنايا شدوها، من دخلت صفاء ديك الملقبه بصوفيا، من دخلت لقفوها في مطار ديال طنجة. من لقفوها عيطوا لدنيا باطمة وابتسام باطمة باش يحققوا معاهم، لانها جبدتهم اخواني اخواتي الكرام، وحطت لهم كل شيء، دوك الدواسه المقيحين والدواسه اللي كانوا والتليفونات اللي كانوا والميساجات والفيديوهات، ونصبوا الاحتيال وكيفاش وعلاش وشكون اللي كانوا ينصبوا عليه وشكون اللي كانوا القرطاس. وزيد كما شفتوا في المقتطفات ان كان يلمح سيمو بن بشير ودنيا باطمة. دنيا باطمة قالت له الى قرطسوني، قالت له الى كما نقولوا الى
الا صرات لي شي حاجه ولا كيما نقولوا واش غادي تقصفني، يعني مهم كانوا يلمحوا بانهم هما مالين الحساب، يعني عطاتهم مكالمات واش كانوا يدوروا بيناتهم، وكونفرساسيون واش كانوا يدوروا بيناتهم، وبزاف ديال الصوالح اخواني اخواتي. من بعد ذلك قاضي التحقيق والشرطه النزيهه داروا عليهم العين، وعيطوا الاخت ديالها ابتسام باطمه، وداكشي بالادله وداكشي بالاخر تم قاضي التحقيق تم الاعتقال ديال ابتسام باطمه، ودنيا باطمه راها في حاله سراح مؤقت، ولكن راها غادي في الاونه الاخيره غادي تكون عند قاضي التحقيق باش تولي في سراح، غادي تولي في التحقيق في سجن الولايه. المهم اخواني اخواتي الكرام، ما نطولش عليكم، تحياتي لكم. هذه هي الحلقه نتاع اخوكم سيمو، وسنونا في حلقه جديده وحلقه قادمه ان شاء الله. كاين دوسه مقيحين، كاين بزاف ديال الاخر، وماذا بكم كاين بزاف نتاع الناس اللي راهم كيعطيو معلومات خاطئه ومغلوطه. المهم تحياتي لاي يوتيوبر راه قابض في هذه القضيه هذه، وتحياتي لكم، ونحبكم ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم جديد، ومرحبا بكم.